حكايتي بدأت من أول ما اتولدت، لأن أمي أول ما ولدتني فرقت الحياة. والدي تزوج بعد وفاة أمي علشان يجيب لأم تراعيني وتهتم بيا. ومن أول لحظة مرات أبويا معاملتها معايا كانت جافة وقاسية جدا. كانت قدام والدي تعاملني بلطف وحنية، وأول ما والدي يروح شغله تظهر قسوتها معايا. وبعد فترة حملت زوجة أبويا، ومن لحظة ولادتها ما بقتش تخفي معاملتها القاسية تاني، بقت تعاملني بقسوة حتى قدام بابا. وعدت سنين بعد كده. في الوقت ده كنت في المرحلة الإعدادية. حالة والدي الصحية ساءت جدا، وللأسف فارق الحياة هو كمان. بعد وفاة والدي مرات أبويا قررت إنها تخرجني من المدرسة علشان أشتغل. كمان جابت لي شغل في المدرسة اللي كنت بدرس فيها. ده غير كمان كانت هي اللي بتيجي تقبض لي مرتبي وتصرفه عليها هي وبنتها. أنا كنت متفوقة جدا في دراستي وحابة دراستي جدا. وفي يوم جات لي فكرة، ورحت لمدير المدرسة وتوسلت له إن أكمل دراستي بجانب شغلي في المدرسة. وكمان طلبت منه إنه ما يقولش لمرات أبويا إني رجعت أدرس تاني. صعبت جدا على المدير، خاصة إنه عارف حكايتي من الأول. وافق المدير على طلبي، وعلى الرغم من صغر سني قدرت إني أنجح في دراستي بجانب الشغل، عكس أختي اللي كانت كل سنة تسقط. كانت مرات أبويا بتدلع بنتها جدا على عكس معاملتها معايا تماما. كانت بتفرق بينا في كل حاجة، على الرغم من إن أنا اللي كنت بشتغل وأتعب. إلا إن مرات أبويا كانت كل يوم تسيب لي كمية قليلة جدا من الأكل. كنت يا دوب بلحق أنام ساعات قليلة علشان أقدر أقوم تاني يوم أكمل معاناتي. وعدت السنين وقدرت الحمد لله إن أكمل دراستي ويبقى معايا شهادة. وفي يوم من الأيام مرات أبويا قرت إعلان عن وظيفة لمساعدة راجل من أسرى الأثرياء. الوظيفة عبارة عن مساعدة خاصة. صاحب العمل كان معروف بطباعه الحارة ومزاجه السيء المتقلب. قدمت مرات أبويا اسمي في الوظيفة للراتب المغري جدا اللي كان مكتوب في الإعلان. خدتني مرات أبويا للشركة علشان المقابلة. واحنا طالعين في الأسانسير لقيتها طلعت قلم روج وحطت لي منه، وقالت لي ما تشيلهوش عشان تعجبي المدير. رديت عليها وانا بشيل الروج قلت لها مالوش لزوم، لاني سمعت ان المدير راجل كفيف، يعني مش هيشوفني اصلا. ردت عليا مرات ابويا وقالت لي احمدي ربنا انه ما بيشوفش، علشان لو شاف منظرك ده مش هيقبلك في الوظيفه. خرجنا من الاسانسير، وكان بالصدفه معانا في الاسانسير راجل وحواليه رجاله. واللي عرفته بعد كده انه كان المدير وسمع كل حاجه قلناها انا ومرات ابويا. المدير كان شاب في الثلاثينات من عمره، وبالرغم من انه فقد نظره الا انه مازال متربع على قمة هرم الاثرياء. ودايما كانت صوره واخباره مالية صفحات ومجلات رجال الاعمال. فضلت مستنية انا ومرات ابويا دوري علشان ادخل المقابلة. وجه دوري ودخلت المقابلة وخرجت منها وانا مش عارفة اقول ايه لمرات ابويا، ميهاش الا الفلوس وبس. قلت لها اول ما خرجت اني ما اتقبلتش في الوظيفة، ومشيت وسبتها قبل ما تقولي اي حاجة تحرجني قدام الناس. ورجعت البيت، وبعد شوية لقيتها وبتقولي انها مضت العقد بدل مني. اتصدمت من اللي سمعته منها، لان اصلا ما عجبنيش المدير ولا تصرفاته، وانا اللي سبت المقابله قبل ما المدير يرفضني لحتى. في الوقت ده لقيت تليفوني بيرن، فتحت لقيتهم بيبلغوني بمواعيد عملي، وان بدايه شغل هتبدا من بكره، وان طبيعه عملي هكون ملازمه للمدير في كل مكان حتى في بيته، وان اقامتي هتكون في بيت المدير. لازم احضر في الميعاد المطلوب والا هدفع الثمن. ما قدرتش ان اتكلم مع مرات ابويا، لان عارفه اللي هتعمله معايا. حتى لو اتكلمت واعترضت مش هغير حاجه. تاني يوم رحت البيت مديري وقلت له اني جايه علشان اعرفه اني مش هقدر اشتغل في الوظيفه دي، لان اللي مضى العقود معاه هي مرات ابويا مش انا. لقيته رد عليا بيقول لي انت بتقولي كده علشان تواسي نفسك مش اكتر. رديت عليه وقلت له انا مستحيل اشتغل مع شخص مغرور زيك. لسه ما خلصتش كلامي لقيته بينده على الخادم بتاعه بيقول له خد منها التليفون وخدها للغرفه لحد ما تهدى علشان تقدر تبدا شغلها. رديت عليه بعصبيه وقلت له هو انت كمان ما بتسمعش؟ بقول لك مش عايزه اشتغل عندك. لقيته قام من مكانه ومسك دراعي بكل قوته، وقال لي انه حول المبلغ المتفق عليه كله على حساب مرات ابويا في البنك، وبكده العقد بقى ساري المفعول، واني ابدا اباشر عملي احسن لي لان مش هقدر على دفع الشرط الجزائي. في الوقت ده حسيت بكسره، وكانت دموعها هتخدني وتنزل، بس قدرت امسك نفسي وما حسيتش بنفسي غير وانا برفع ايدي وضربت المدير قلم قوي جدا. في الوقت ده هو غضب جدا من ضربتي ليه، وامر الخادم انه ياخدني يحبسني ليله كامله في غرفه التخزين. فضلت في الليله دي اعيد في ذكرياتي الاليمه وافتكر كل اللي عملته معايا مرات ابويا ومعاملتها معايا وكل اللي شفته منها السنين اللي فاتت. وكمان افتكرت دلعها لاختي وتفرقتها في معاملتنا على الرغم من اننا اخوات. ثاني يوم الصبح خرجني الخادم، ولكن كنت شفت صوره لمديري مع بنت جميله جدا. كانت صوره بصراحه جميله، وكان باين في الصوره مديري قد ايه حنين وبيحب البنت دي. اخدني الخادم عند مديري اللي بدا يكلمني عن طريقه الشغل اللي هقوم بيها، وبدات فعلا شغلي. وفي يوم من الايام سالني الخادم عن الصوره ده وشفتها، فقلت له ايوه انا شفتها، ولكن ما كانش قصدي، هي اللي وقعت قدام عيني بالصدفه.
فبدأ الخادم يحكي له عن قصة البنت دي. قال إن المدير كان بيحبها أكتر من نفسه وصرف عليها الغالي والنفيس علشان تبقى مبسوطة، ولكن هي كانت السبب في إنه يفقد نظره. وحكى له وقال لي إنهم كانوا خارجين في يوم للعشاء بره، طلبت منه إن هي اللي تسوق العربية على الرغم إنها ما بتعرفش تسوق، ولأنه مش متعود يرفض لها طلب وافق، وللأسف عملت بيهم حادثة. وعلشان يديها وما يحصلهاش حاجة فقد هو عينيه. وأول ما عرفت إنه فقد نظره قالت له إنها مش هتقدر تكمل حياتها مع واحد كفيف وسابته بعد كل اللي عمله معاها. وبعدها اتعقدت حياته وفقد الثقة في كل الستات. كمل وقال فاكرة لما كنت جاية تتقدمي للوظيفة مع مرات أبوكي؟ فاكرة كل الكلام اللي قلته في الأسانسير؟ هو سمعه كله لأنه كان موجود وأنا كمان كنت موجود. الوقت ده أنا حسيت بحزن شديد عليه وأخدت عادة على نفسي إن هساعده بكل الطرق. كان بيتحرك بكرسي متحرك، حاولت معاه بكل جهدي إن أخليه يسيب الكرسي المتحرك ويبدأ يمشي على عكاز. استخدمت الكثير من الحيل لحد ما خليته يبدأ جلسات العلاج الطبيعي اللي هتساعده إنه يقدر يمشي تاني، لأنه كان رافض بشكل قاطع المحاولة خوفا من الفشل وإنه يتأمل على الفاضي. ولكن أنا قدرت إن أقنعه. وفي الفترة دي اهتميت جدا بكل شؤونه الخصوصية بكوني مساعدته الخاصة. وفي يوم ألزمني مديري إن أحضر معاه حفل زفاف، وكان الزفاف ده للبنت اللي كان بيحبها. حاولت إن أتهرب وخلقت أعذار علشان ما أروحش معاه، ولكن كل محاولاتي فشلت. ما كنتش عاوزة أروح معاه لأن بصراحة ما كانش عندي لبس مناسب وكل لبس كان قديم. لبست أكتر حاجة حسيت إنها تنفع ورحت لمديره وقلت له إنه جاهزة، ولكن لقيته بيقول لي اوعي تكوني لبست لبس قديم من اللي عندك. اترددت ارد عليه من شده احراجي وحسيت بضيق وحزن من شخصيته اللي مستحيل تتغير. رديت عليه وقلت له لا حضرتك ما تقلقش. واثناء حفل الزفاف بعد ما خلص العرسان مراسم الزفاف لقيت العروسه جايه علينا وهي بتبص لي باستغراب وقالت لمديري ما كنتش متوقعه منك انك تقبل دعوتي وتيجي، انت لسه بتلومني على اللي حصل؟ رد مديره وقال لها لا خالص، بالعكس ده انا عايز اشكرك لانك لو ما سبتنيش ما كنتش لقيت حب حياتي الصادق. لقيت العروسه بتبص لي وتقول لي فرحت جدا ان شفتك، ومدت ايديها علشان تسلم عليا، ولكن مديري مسك ايدي ومرضيش يسيبها علشان اسلم عليها. اتضايقت العروسه جدا وبدات في اللحظه دي تحس بالندم، ولكن قربت من مديره وقالت له في ودنه معاك حق، انت لو بتشوف كنت هتقدر تشوف فستانها المقطوع وبتقنعني انها حب حياتك. بقى انت مستواك نزل من يوم ما سبتك وبقيت ترضى باي حاجه. على العموم انا مستحيل اصدقك. ما كنتش سامعه هي بتقول له ايه، ولكن اول ما مشي متغاظ جدا ومش طايق نفسه سابني انا والخادم بتاعه مشينا على طول وراه خوفا من انه يتصدم في حاجه. وسالته ايه اللي ازعجك قوي كده؟ رد ما بشوفش تعملي معايا كده تقللي من شأني ومنظري قدام الناس. انا مش سالتك عن لبسك، رديت عليه وقلت دي ملابسي انا، وانا مش خجلانه من فقري. وكملت كلامه وقلت له بعصبيه دورك المريض هو اللي قلل من قيمتك قدام الناس، وانا زهقت منك ومعاملتك القاسيه معايا. ما ردش عليا وركب عربيته وسابني لوحدي في الشارع. فضلت واقفه مكاني ما قدرتش اتحرك ونزلت دموع الحسره على حالي، وفضلت ماشيه في الطريق زي التايهه حزينه ومش عارفه انا رايحه فين ولا جايه منين. في الوقت ده رني تليفوني، رديت لقيته مديري بيقول لي انت فين؟ رديت عليه وقلت له انا اسفه مش هقدر اكمل العمل مع حضرتك تاني. لقيته بيقول لي عايزه تستقيلي يعني؟ قلت له يكون كرم من حضرتك. رد عليا وقال لي تمام اللي انت عايزاه. فرحت جدا في اللحظه دي ودموع وحزني قلبوا فرح، وحسيت ان اخيرا اخدت حريتي من تكبره وغروره عملته اللي ما يتقبلهاش حد. وبعد لحظات لقيت تليفوني بيرن تاني، لقيت مرات ابويا واختي بيقولوا لي انهم اتطردوا من البيت وهم دلوقتي في الشارع ومش معاهم اي فلوس ومش عارفين يعملوا ايه. رديت عليها وقلت لها بتقولي ايه؟ انا خلاص قدمت استقالتي. ردت عليا وقالت لي اتصرفي باي شكل، ولا علشان انا مرات ابوكي هتسيبيني نترمي في الشارع؟ طيب على الاقل افتكري اختك. في الوقت ده حسيت ورجعت على طول بيت مديري. اول ما دخلت لقيته بيقول لي رجعتي ليه؟ انت مش استقالتي؟ رديت عليه وقلت له انا اسف قلت حاجه ضايقت حضرتك ارجوك سامحني. ما ردش عليا وسابني ومشي. فضلت ماشيه وراه وانا بقول له انا اسفه، بعد كده هلبس اشيك لبس علشان اليق بخدمه حضرتك ارجوك سامحني. بس من جوايا ما كنتش طايقه نفسي وحسيت ان عار على نفسي، ولكن لازم اعمل كده علشان اختي ومرات ابويا. رجعت اوضتي علشان الم هدومي علشان امشي. في الوقت ده لقيت الخادم دخل عليا الاوضه وقال لي انت رايحه فين؟ قلت له انا ماشيه مديري طردني. قال لي ازاي؟ ده خلاني احول فلوس لحساب والدتك. رديت بفرحه بجد وقال لي مش كده وبس، ده خلاني اعمل حاجه اكبر من كده كمان علشانك. رديت عليه وقلت له قصدك ايه؟
انا مش فاهمه حاجه. قال لي تعالي ورايا وانت هتفهمي. شده فرحتي من اللي شفته حسيت ان قلبي هيخرج من مكانه. لقيت مدير جهز لي غرفه مليانه ملابس من احدث صيحات الموضه، وقال لي الخادم اجهزي علشان في اجتماع هنا في البيت بعد ساعه. لبست واتجهزت وبصيت لنفسي في المرايه وحسيت ان اجمل ست في العالم. نزلت علشان احضر الاجتماع، لقيت عيون كل الموجودين عليا وعمالين يتكلموا مع بعض ويمدحوا في جمالي. المدير كان سامع كل الكلام اللي بيتقال في الوقت ده، بدأ يحس بحبه ليا. عدت بعد كده فترة، وفي يوم لقيت مديري زهقان ومتضايق جدا. طلبت منه اننا نخرج مشوار. رفض في الاول، ولكن لما اصريت عليه وافق، وخليت السواق ودينا مدرستي القديمه. وقفنا بالعربيه قدام المدرسه وقلت له انت عارف حلم حياتي كان ايه وانا صغيره؟ قال لي ايه؟ قلت له ان ابقى مدرسه رسم. وسالته وانت ايه حلم حياتك؟ رد عليا وقال لي اني افتح في يوم من الايام واشوف جمالك. اتكسفت جدا وما قدرتش ارد عليه. كمل كلامه وقال لي انه بيحبني جدا وطلب مني الزواج. في الوقت ده ما حسيتش بنفسي من شده الفرحه اللي كنت فيه. في اليوم ده اتصلت عليا اختي علشان تسال عليا، وحكت لها كل اللي حصل بينه وبين مديري، وانه بقى يحبني وطلب مني الزواج. وتاني يوم اتصل الدكتور الخاص بمديري يبلغه ان اخيرا لقى القرنيه اللي مطابقه ليه، وانه يقدر يعمل العمليه من بكره لو عايز. فرحنا جدا بالخبر ده، واخيرا هيقدر يستعيد نظره ويرجع لحياته الطبيعيه. وجه وقت العمليه، كنت قاعده مستنيه على احر من الجمر، ولكن وقت العمليه عليا رقم غريب. رديت عليه، لقيت حد بيقول لي ان اختي دخلت المستشفى وحالتها حرجه جدا وانها بين الحياه والموت. في الوقت ده نزلت دموع عيني ومبقتش عارفه اعمل ايه. سالني الخادم في ايه؟ حكيت له كل اللي حصل. رد عليا وقال لي انه ممكن يوصلني للمستشفى، لان اختي كانت في مستشفى بعيده شويه، وانه لحد ما اوصل ليها هتكون عمليه مدير انتهت. وبمجرد وصولنا للمكان المقصود جت عربيه تانية بسرعه كبيره في اتجاهي، ولكن الخادم ضحى بنفسه علشان ينقذني وعرض حياته للخطر، والعربيه صدمته ووقع على الارض بين الحياه والموت. اما انا فوقعت وفقدت الوعي من شده الدفع من الخادم علشان العربيه ما تخبطنيش. وقبل ما افقد وعي بالكامل شفت اختي نازله من العربيه اللي كانت هتقتلني، وعرفت وقتها ان اختي هي اللي اتعمدت قتلي. فقت ورجعت الوعي، لقيت نفسي مربوطه من ايدي ورجلي في بيت والدي. ببص لقيت مرات ابويا بتقولي انها خرجتني من المستشفى بعد ما عملت حادثه على الطريق. افتكرت وقتها كل اللي حصل، فصرخت وقلت لها بنتك هي السبب، هي اللي عملت فيا كده. وصدمت الخادم وكانت سبب في موته. لقيت مرات ابويا حطت ايدها على بوقي وقالت لي مش هسيبك تمشي من هنا، وهعمل كل اللي هقدر عليه علشان احمي بنتي. رديت عليها وقلت لها ارجوكي سيبيني امشي، انا لازم اكون جنب مديري دلوقتي، هو دلوقتي محتاجني جدا. ردت عليا مرات ابويا وقالت لي ما تقلقيش، اختك دلوقتي معاه، اصلا كل اللي عملته ده علشان تكون مكاني. انت ناسيه انها بتعرف تقلد صوتك كويس جدا لدرجه ان محدش يقدر يفرق ما بينكم. في الوقت ده ما قدرتش اعمل اي حاجه غير ان ابكي، لاني مربوطه من ايدي ورجلي. الوقت نفسه كانت اختي فعلا اخذت مكاني، واول ما مديري فتح عينه شافها واتاكد انها انا. وبعد ما خرج من المستشفى طلب ايدها للزواج، وقدم خاتم غالي جدا من الالماس، وحددوا ميعاد الفرح كمان شهرين. جت اختي علشان تفرح امها، واول ما وصلت دخلت عليا الغرفه علشان تزيدني هم على همي. قالت لي انه طلب ايديها للزواج، وورتني الخاتم اللي قدمه لها، وقالت لي انه بيحبها جدا وما يقدرش يعيش من غيرها. رديت عليها وقلت لها ما تضحكيش على نفسك، انت عارفه ان كل مشاعره دي ليا انا. انسان قلبه طاهر ما يستحقش يكمل حياته مع انسانه زيك. ضربتني بالقلم وخرجت تكمل كلامها مع امها، وكنت سامعه كل اللي بيقولوه. كانت اختي بتقول لامها خلي بالك، اوعي تخليها تخرج، لو خرجت انا وانتي مصيرنا السجن. ردت عليها امها وقالت لها ما تقلقيش، اهم حاجه دلوقتي انك تتجوزي في اسرع وقت، ولو حملتي بابن وقتها يبقى نسيبها او حتى نسفرها بره البلد. ردت عليها اختي وقالت لها انت فعلا طيبه يا امي، انت ممكن تسجلي اسمها في موقع للجواز وتجوزيها من بعد عننا للابد. ردت عليها امها وقالت لها انت اثبت دلوقتي انك ذكيه جدا. وخرج الاتنين يشتروا ملابس واكسسوارات للفرح. في الوقت ده قدرت ان احل الرباط واهرب علشان اروح لمدير شركته واحكي له على كل حاجه. وفضلت واقفه قدام الشركه مستنياه يجي. في الوقت ده ما حسيتش بنفسي، وقعت على الارض من قله الاكل والنوم وشده الحزن والبكاء. في الوقت ده مديري شافني وقرب علشان يشوف مين البنت اللي وقعت على الارض قدامه، ولكن قطعته الموظفه بانه موعد الاجتماع بدا، ومشي فعلا وسابنا بعد ما اتلم عليا الامن وودوني المستشفى. فتحت عيني في المستشفى لقيت مرات ابويا قدامي، ولقيتها بتقولي ان جارتنا شافتك هنا، رفضتهم عن هويتك فاتصلوا بيا علشان اجي واخدك. في الوقت ده لقيت قلبي بيوجعني
وجعني. وفضلت اقول لمرات ابويا قلبي وجعني. ردت عليا وقالت لي قلبي انا كمان وجعني. رديت عليها وقلت لها ليه كل المعامله السيئه دي؟ انا عمري ما عملت لكم اي حاجه وحشه. قلت لها صدقيني انا مش هظهر لمديري تاني دخل في حياه اختي ابدا، ولا هقول اي حاجه، بس ارجوكي سيبيني. ردت مرات ابويا وقالت طيب ولو رجعتي في كلامك معايا ساعتها هعمل معاكي ايه؟ رديت وقلت لها اوعدك عمري ما هعمل اي حاجه، انا قوتي ما تضاهيش قوتكم، ارجوكي سيبيني امشي ومش هتشوفوا وشي تاني في حياتك. وفعلا مرات ابويا سابتني بعد ما وعدتها وخرجت فعلا من حياتهم والتزمت بالوعود، واستكنت مع صديقه قديمه ليا وبدات ادور على عمل وقدمت في شركه. ما كنتش اعرف ان الشركه تابعه لشركات مديري السابق، ولما عرفت قررت اني التزم بوعودي ومش هحكي اي حاجه. وفي يوم اتقابلت انا وهو بالصدفه في الشركه، لقيت نفسي عماله ابص له ومش قادره انزل عيني من عليه. لقيته جه عليا وقال لي حضرتك باين عليكي جديده هنا، اتمنى من حضرتك تهتمي بشغلك اكتر من انك تقعدي تبصي لي كده، وخلي بالك علشان انا خاطب وبحب خطيبتي جدا، ولادك في يوم بتبصي لي كده وزعلت مش هيحصل خير. وما رضيتش ارد عليه وسبته ومشيت. وفي يوم بالصدفه اتجمعنا انا وهو واختي في المصعد، واول ما اختي شافتني اتصدمت. سبتها ورحت على مكتبي، لقيتها جايه ورايا بتقول لي كنت عارفه انك كدابه وقدرت تخدعي ماما بس مش هتقدري تخدعيني، امشي من هنا احسن لك. وراحت ضرباني بالقلم، بس المره دي ما قدرتش امسك نفسي وردت لها قلم قوي من قوته، وقعت على الارض وبدات تنزف من انفها. في الوقت ده دخل عليا مديري وشافها وهي مرميه على الارض وبتنزف، شالها بسرعه وخرج بيها. وبعدها بشويه لقيته بيتصل بيا على تليفون المكتب بيقول لي لو شفتك قدامي تاني هحبسك، احسن لك تمشي من الشركه وما اشوفش وشك تاني في حياتي. رديت عليه وقلت له انت متاكد بان هي فعلا خطيبتك الحقيقيه؟ رد عليا وقال صوتك في حاجه غريبه بتحصل. رديت عليه وقلت له انت متاكد ان عينيك بتشوف كويس؟ طيب قلبك لسه بيشوف ولا فقد النظر والاحساس؟ وقفلت المكالمه. في الوقت ده الشك بدا يدخل قلبه وخرجت من حياته وبدات اشتغل في المدرسه مدرسه رسم زي ما كنت بحلم. وفي يوم جه لمدير اتصال من شخص كان بيدور عليه الفتره اللي فاتت. الشخص ده كان الخادم الامين بتاعه، وكان يوم زواج مديري. كان الخادم الفتره اللي فاتت في المستشفى فاقد الوعي صارع الحياه، وكان مجهول الهويه لان ما كانش معاه اي اوراق تعرف عنه. واول ما استعاد وعي اتصل بمديره وحكى له كل اللي حصل. راح مدير الاخت وبدا يضغط عليها وسالها ايه اللي حصل، ولكن اختي خافت وما قدرتش تخبي حاجه وحكت له كل اللي عملته هي وامها. فاق مديري من الوهم اللي كان فيه واتصل بالشرطه وقبضوا على اختي ومرات ابويا، وفضل يدور عليا في كل مكان ما لقانيش. وافتكر اليوم اللي خرجنا فيه مع السواق ورحنا المدرسه وحكيت له على حلمي، وخلى السواق ياخده للمدرسه. وفضل واقف يفتكر ذكريات البنت اللي حبته بجد، البنت المسكينه طيبه القلب اللي ظلمها واللي حبته لشخصه وليس المال ولا سلطانه. فجاه وهو بيبكي ويستعيد الذكريات لقاها خارجه من المدرسه، طلت عليه وكأن نور نور حياته. كانت زي الملاك، نزل وركع قدامها وتأسف لها وعرض عليها الزواج. وافقت على طول وعاشوا مع بعض